السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة من وصفات هاجر. اليوم ان شاء الله حندير لكم الغسل تاع الشطيحة تاع الدجاج، ونديكم معايا جولة سياحية في الكوكوطة ديالي. الوغ تبعوني ما تروحوش بعيد، نشوفوا طريقة تاع التحضير ومن بعد نشوفوا المقادير. هنا كيما رانا نشوفوا عندي الدجاج، انا كنت كونجليتو ديجا من قبل. عندي الحميصة، عندي الطماطم تاع العلب، عندي الزيت، عندي الملح، فلفل الكحل، 7 توابل، عندي الكمون، فلفل عكري وثوم نسحقوه بيان سور، عندي الماء والكوكوطه تاعنا. بون نديرو الزيت في الكوكوطه، نحطوها على النار. كي تبدا تسخن شويه نحطو الدجاج تاعنا ونقليوه. انا ما على باليش كامل كيفاش صورت هذا الفيديو، صورته بزاف من القريب. ان شاء الله باك تكون لا غوسات مفهومه وتوصل لكم المعلومه مليح. هنا نشوفوا بك الدجاج تاعي كي راهو كونجلي. صافي نقليه بالعقل، نسايسو بالعقل. نتوما كي ما يكونش كونجلي هكذا يكون فري، صافي واسيوه ديريكتومون ويتقلى لكم مليح. انا تعبني شويه في التصوير باسكو يد وحده انا زدت التوابل مع الثوم كما سبقت وقلت لكم. يد وحده يتصور ويد وحده يتقلب في الدجاج. صافي ان شاء الله باك تكون توصل لكم المعلومه مليح ان شاء الله. على بالي قريب رمضان وراني نخمم فيكم، صافي نسي ندير لكم لي بلا فاريي يعني نوجدوهم هنا في العاصمه في رمضان. نزيدو الحميصه تاعنا والمرقوط سامبلومون الوسمو الشطحه تاع الدجاج تاعنا ساهله ما فيهاش حاجه كبيره. درت الثوم، درت التوابل، اكو حتسيبو كامل المقادير في البلوك ديالي. نقول لي زابوني تاعي ولا اليوم يشاهدوا في القناه يشتركوا في البلوك تاعي في النيوزليتر، تلحق لهم كامل المقادير مكتوبه. بون هنا نزيد الطماطم، حوالي مغرفه تاع الطماطم، وهنا الماء كيما نشوفوا حتى يتغطى لنا الدجاج. هنا ماهوش يبان بلي راهو مغطي الدجاج باسكو كيما سبقت قلت لكم الدجاج تاعي راهو كونجلي، صافي كي يطلق روحو راح يحبط شويه لتحت. نخلوه يطيب حوالي نص ساعه. نغلقوا الكوكوطه تاعنا نخليوه يطيب في عقله في غردو على نص ساعه. هنا نقدموه على هذا الشكل. تحبوا تقدموه بالمرق قدموه بالمرق، اللي يحب ياكل بالخبز واللي يحب ياكل بالفرشيطه يقدموه مع البطاطا. ان شاء الله تجربوها تنجحوا فيها، والسلام عليكم.